السلام عليكم أستاذة، بغيت نسولك عافاك. عندي مشكل مع الزوج ديالي كيطالبني بالرجوع لبيت الزوجية، وأنا أصلا كنت عايشة غير مع والديه. أنا امتنعت، ما بغيتش نرجع لديك الدار. من بعد حكمت لي المحكمة بالسكن المستقل، ودابا جاتني دعوة إسقاط النفقة حيث امتنعت على الرجوع. انا ما عرفتش علاش وقع هذا الاشكال في المحضر ديال المفوض القضائي، ولكن مفروض ان المحضر خاص يكون واضح، لانه هو اللي كيبين الصوره باش غادي يعتمد عليها الزوج في دعوه اخرى. حيت الا كانت مكتوبه فيه انه امتنعت الزوجه عن الالتحاق ببيت الزوجيه نقطه، بمعنى انه هذا السيد عنده بيت الزوجيه وانت ما بغيتيش ترجعي، ومن حقه انه يدير لك دعوه ديال اسقاط النفقه. اما الا كان والمفروض انه يكون مكتوب بهذا الشكل انه امتنعت لعدم وجود بيت مستقل، كنتمنى لانه المفروض هادشي اللي يكون، لانه هذه هي الحقيقه. اما في حاله المحضر مكتوب فيه انك امتنعتي على الالتحاق ببيت الزوجيه بدون توضيح، انت في دعوه ديال اسقاط النفقه اشنو غديري؟ اولا خاصك ضروري تحضري، حيت داك القاضي راه ما عارفش ليها التفاصيل. غادي تبان ليه واحد السيده امتنعت عن الرجوع لبيت الزوجيه، ما بقاتش بغات تمشي، والزوج رافع عليها دعوى اسقاط النفقه اللي من حقه، وغيتحكم عليك باسقاط النفقه من تاريخ الطلب، ما بقيتيش غتاخدي حتى شي ريال من عنده. المهم انتي نهار الجلسه غادي تمشي ولا تكلفي المحامي ينوب عليك، وغادي تدلي بنسخه الحكم ديال الرجوع لبيت الزوجيه، وغتفسري بانه اصل النزاع ما كانش على الرجوع لبيت الزوجيه، بل كان على تحضير بيت الزوجيه المستقل. ومن هنا القاضي غيعرف انه اصلا انتي ما كانش عندك بيت زوجيه، وبالتالي المحكمه غترفض ليه الطلب، لانه ليس هناك مبرر يستدعي اسقاط النفقه.